السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات إيكو الرمضانية. النهاردة الحلقة مهمة جدا عشان نغير مفهوم التصميم المظبوط بالنسبة للبابليك اودينسز، أو إمتى أختار أكبر لوح، إمتى أختار أقوى انفرتر. لا، الكلام ده سطحي جدا. فالنهاردة هنتعمق شوية ونعرف إيه هو المكون السري لتصميم محطة مظبوط. معاكم مهندس عامر علواني، ماجستير هندسة كهرباء باور، ايكو ايجيبت فاوندر. بعد الديزاين ما تخلص تختار تعمل سيلكشن للالواح والانفرترات وماتشنج ما بينهم كسترينجز، عدد الالواح في السترينج، عدد السترينجز بير انفرتر، وتخلص الديزاين وكمان تعمل اللاي اوت ارينجمنت بحيث يبقى ايدنتيكال على الانفرترات، ايدنتيكال على الموقع، والطرق واضحه، والووك ويز ومسارات الكابلات، وكله تمام. يدخل معانا فاكتور مهم قوي اسمه الدي سي تو اي سي ريشيو. ده المكون السري لنجاح اي منظومه كديزاين بسبب الديجراديشن. فالديجراديشن هنا تعالى نبص عليه بروسبكتيف مختلف. الديجراديشن للالواح مش بس الحراره والراديانس او الشيدنج وغيره، لا، في عوامل تانية نبص عليها مع بعض. وفي الاخر ايه الاوت كم اللي نقدر نستفيده من الكلام ده؟ اول حاجه عندنا الانسيدنت انجل، تاني حاجه الراديشن لوسز، تالت حاجه اللايت انديوزد ديجراديشن ال اي دي، رابع حاجه الموديول ديجراديشن الايجنج اوفر تايم، خامس معامل بيأثر على الديجراديشن الموديول كواليتي لوس، بعد كده الشيدنج لوسز، السويلنج والثيرمال، وكمان التلت والازموس. دي العوامل اللي بتأثر على البانل ديجراديشن. في بقى السيستم ديجراديشن زي الانفرتر افشنسي، الكابلات، اللوسز اللي بتروح في الكابلات، والانفرتر افشنسي، وكمان الترانسفورمر لو معانا ترانسفورمر في السيستم. ده معناه ان كل العوامل دي بتأثر، بتأثر. طيب ده بيكون نسبته كام؟ بيأثر بحوالي 20% زيادة على المحطة لو هي سكنية، أو صغيرة يبقى من واحد من عشرة لحد واحد واتنين من عشرة. لو تجارية كوميرشال بتاخد من واحد واتنين من عشرة لحد واحد وتلاتة من عشرة. اليوتيليتي سكيل وبرضه بناء على ظروف الموقع وظروف التركيب ممكن يبقى التلت والازموس مظبوطين، خلاص يبقى تلاتة من عشرة كفاية. لكن لو التلت والازموس مش محققين على جمالون مثلا، واخد شكل مش مستوي اتجاه الجنوب صريح، التلت الخاصة بالهانجر ما وصلتش 10 درجات او ما وصلتش ل 15 درجة، ده كل ده بيعمل ديجراديشن كبير. فساعتها ممكن تزود ال الاي سي تو دي سي ريشيو شويه، ممكن تخليها واحد واربعة من عشرة. بس ده كده في اليوتيليتي سكيل او في المحطات الميجا سكيل. دي كده كانت الفاكتورز والديجرديشن اللي بتأثر على الديزاين المحطة والاسبكتس اللي بيحصل عليها الديجرديشن ده، وعليه بتبدأ تحدد النسبة المناسبة لكل سيستم لوحده. ده كده كان المكون السري لتصميم ناجح. كان معكم مهندس عامر، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. سلام عليكم.